تبدأ أحداث الحلقة الثامنة عشر بتصاعد مثير للتوتر، حيث تفتح الصناديق القديمة لتكشف أسرارا دفينة. فارس يصطحب جابر إلى مخبئه السري ليطلعه على مستندات ووثائق وصور صادمة تعود لزمن مذبحة العادلية. هذه الوثائق تدين كفاح بشكل مباشر، حيث تظهره وهو يرتكب جرائم بحق أهالي البلدة، وتكشف خطاباته الرسمية التي كان يصف فيها الأبرياء بالإرهابيين لتبرير تصفيتهم. تنتقل الكاميرا إلى مشهد يجمع شهلة ومولانا، حيث يتضح عمق الارتباط بينهما. تخبر شهلة مولانا بأنها طردت زينة ومنعتها من العمل في المنزل، معترفة بغيرتها الشديدة بعدما أفصحت زينة عن حبها له. وفي حوار فلسفي اجتماعي، تطلب شهلة من مولانا الزواج رسميا، لكنه يصدم بواقع مرير: كيف يتزوج وهو يعيش بشخصية جابر المتوفى رسميا؟ في جانب آخر، يقوم نمر بالتحقيق مع الجندي الذي تعرض لزينة في السوق، وهنا تتكشف مفاجأة مدوية. فالجندي يدعي أنها ابنة عمه واسمها الحقيقي رغدة، وأنها هربت من عائلتها منذ 9 سنوات بسبب فضيحة أخلاقية. كفاح يبدأ باستغلال هذه المعلومة لتضييق الخناق على الجميع. لم تخلو الحلقة من اللمسات الإنسانية، حيث يزور زاهر وزوجته براءة مولانا طلبا للصلح والعلاج. مولانا بأسلوبه الفريد يعالج زاهر بطريقة غير تقليدية، مستوحاة من مشهد تايتانيك الشهير، في محاولة منه لإخراج الطاقة السلبية والصراخ المكبوت داخله. ظهر الضابط فارس وهو يوجه انتقادات لاذعة لوكيل المختار، متهما إياه بمحاولة الاستيلاء على السلطة، بينما المختار لا يزال على قيد الحياة. يلمح فارس إلى أن هذه التحركات تتم بدعم وتوجيه مباشر من كفاح للسيطرة على القرية. في مشهد يحبس الأنفاس، يتحرك مشمش وجواد وسط حقل من الألغام، وخلال هذه الرحلة الخطرة يكشف مشمش عن امتلاكه لأغراض سرية تخص شهلة، ويفجر مفاجأة لجواد بأن شهلة ومولانا ينامان في غرفة واحدة، مما يثير دهشة الأخير. كما يظهر هاتف سليم العادل الحقيقي، وهو دليل مادي قد يقلب الموازين مستقبلا. تصل الإثارة لذروتها عندما يجتمع فارس ومولانا وشهلة لوضع خطوة لمواجهة السلاح المهرب إلى العادلية. في هذه الأثناء يقتحم كفاح وجنوده منزل مولانا بالقوة بحجة التفتيش. تنتهي المواجهة باختطاف منير من حضن أمه، وتوجيه تهديد مباشر لمولانا بتحميله مسؤولية أي اضطرابات تحدث بسبب السلاح. في ختام الحلقة، يمنح كفاح إجازة لابن عم زينة ليعود إلى قريتهم يخبر أهلها بمكان تواجد رغدة، مما ينذر بقدوم عاصفة من المشاكل العائلية التي قد تنهي حياة زينة في الضيعة.